في الوطن الصفحة الأولى: الجوع الكافر. أم تقتل ابنها لأنه طلب نصيبا أكبر من العيش الحاف. الأم تقول: وزعت العيش على العيال وما كانش فيه تاني، وهو يا حبة عين أمه جعان وخايف أخواته يطلبوا زيه. يعني وهذا هو حال يعني أغلبية الشعب المصري، الفقراء والمطحونين ومحدودي الدخل من المصريين، لا أحد يسأل عنهم، لا حكومة تهتم بهم لا سابقا ولا حاليا، ويعني ومجتمع يعني للأسف الشديد مجتمع يعني الظلم الاجتماعي يفرض نفسه بشكل شرس على مصر. أنا أتذكر أو أنا أراجع معك يا أستاذ عبد العزيز يعني ما تحدث عنه المستشار هشام جنينة قبل عدة أيام في فضائية، بأنه اكتشف الجهاز المركزي للمحاسبات أنه أحد وزراء الداخلية السابقين حصل وهو خارج من الوزارة على شيك ب57 مليون جنيه، شيك ب57 مليون جنيه. يعني أنا مفزوع منذ يعني استمعت إلى المستشار جنينة وهو يتحدث، هو طبعا لم يصرح باسم الوزير، يعني هل مكافأة نهاية الخدمة، يعني ما هو تفسير هذا الشيك؟ من أموال الشعب المصري الذي سوف ترفع أسعار الطاقة عليه بشكل رسمي. الآن لا حديث على أنه كان قبل كده قبل كده كان في كمان يعني نفي وتضارب شخص يحصل على 57 مليون جنيه، وهذه السيدة لا تجد عيش حاف، ما فيش حتى عيش تحطه في كوبايه شاي تاكل ولادها، وبعدين موتت ابنها علشان التانيين ما يقلدوهوش من غضبها ومن غيظها، هي طبعا لا اراديا، ما فيش ام بتقتل ابنها طبعا يعني، لكنها يعني في حاله هستيريه من الخجل مع النفس، من الغضب الشديد، يعني حصل ما حصل فقتلت. يعني هذه فعلا مأساة المآسي في مصر.